إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم اخوان، راح اقدم لكم درس بسيط شلون نعزف بآلة القانون، وبنفس الوقت طلب الاخ كاظم العتبي، تحياتي لابويا. طبعا آلة القانون تختلف عن باقي الآلات، آلة حية وترية تنعزف بإيدين اثنين، ما يصير نعزف باليمنى ونترك اليسرى أو اليسرى ونترك اليمنى، لازم بإيدين اثنين لأن هي ترتيبها هيك هاي الآلة. هسه راح اشوفكم شلون تنعزف بإيدين اثنين. يعني مثلا هسه خلينا ناخذ هاي الجملة الموسيقية، تاخذ جملة موسيقية وين ما تستقر تاخذ المفتاح نفسه بالإيد اليمنى والإيد اليسرى هيك. وين ما تستقر تاخذ المفتاح نفسه باليمنى واليسرى. وبنفس الوقت طبعا اللي يستمر على العزف بالقانون ايده اليسرى تصير قوية. شلون تصير قوية؟ يعني مثلا من يريد يشتغل كوردات تصير عنده بسيطة الكوردات، لان هو عنده تمرين سابق بالقانون. ولا القانون يعني مرات عزفه يصير سريع، يعني مثلا سريع ايدك اليسرى تشتغل. شلون مثلا ايدك صارت خفيفة بالكوردات؟ مثلا هسه ناخذ جملة وياها كورد نشوف شلون ايدنا تشتغل اليسرى لو ما تشتغل. يعني ايدك هي وحدها تلقائيا تصير تاخذ الكوردات، ترهم على الكوردات. فآلة القانون كلش مفيدة للعزف على الأورج، قوي ايدك اليسرى. ويا المطرب شلون تعزف بالقانون؟ مثلا المطرب صعد بالغناء، خلينا نقول ماخذ بيات الصول، صعد بالغناء تصعد وياه جمل بالمقام، ينزل بالغناء تنزل وياه جمل بالمقام. والسلمة شلون؟ على نفس الدرجة اللي يغنيها. مثلا هو غناها على الصول تتعزف وياه على الصول، تسوي تقاسيم، وبالتالي وين ترجع تسلمه على الصول. هذا التسليم هيك يكون. وتقدرون تقسمون عندكم، تاخذون عرضيات او تحولون على غير مقام. يعني هي جمل ارتجالية بالملايين اذا واحد يريد يسوي جمل موسيقية تقاسيم، لان هي حرة، شيء بسيط التقاسيم، شيء حر كيفك، ما متقيد بمقام واحد. هسه شلون مثلا انا احول على غير مقام؟ هذا بيات الصول. اخذت بيات الصول ورجعت بيه صبا الصول، اخذت هاي صار صبا، هيك تحول على المقامات. او مثلا شلون تحول حجاز؟